جاستن بيكر مدير مبادرة الحد من الانتحار اللي اتعملت في ولاية أوهايو الأمريكية بيقول إن صعب جدا إننا نعرف إن الشخص ده هيقدم على الانتحار، وده لأن كتير مننا بيتعرض لضغوط مختلفة، وفي اللي بيواجه وفي اللي بيستسلم لأفكاره، كمان لأن التفكير في الانتحار والإقدام على الفعل نفسه بياخد ما بين 5 دقايق ل 15 دقيقة، لأنه شايف إن الانتحار ناتج عن خلل عاطفي وخطأ في الإدراك، ما بيبقوش عارفين يتعاملوا مع المشكلة اللي هم فيها فبياخدوا قرارهم في وقت قصير. أما عالم النفس مايكل رويسكي مدير مركز الرعاية النفسية والصحية في ولاية نيويورك قال ان بيبقى في اشخاص كتير بتبقى على طبيعتها قبل ما تاخد خطوه الانتحار، لكن في اشخاص تانية سلوكهم وتصرفاتهم بتتغير. كمان وضح لنا شويه حاجات نعرف منها ان اللي قدامنا ممكن يكون بيفكر في الانتحار، زي ان الشخص يكون عنده مشاكل عائليه او ضغوطات اجتماعيه زي التنمر والمضايقات اللي بتحصل، كمان ما بيكونش عنده دعم كافي من اللي حواليه، واوقات كمان بيكون عنده ضغوطات ماديه، بقى منعزل وبيفضل على طول يكون لوحده، وبيتخلى عن حاجات بيحبها وكان مستحيل يستغنى عنها، عنده تقلبات مزاجيه حاده وموده بيقلب فجاه، لما بيتكلم عن الموت بيتكلم بشكل مأساوي وانه يتمنى انه يموت، بيبدا ياخد ادويه من غير استشاره الدكتور، واوقات بتوصل للادمان. في الغالب اي حاجه بتبدا صغيره بس لو ما اهتمناش بيها بتكبر وما بنعرفش نسيطر عليها، علشان كده ما ينفعش نستهين بمشاكل اي حد، لازم نقدر اللي بيقوله ونسمعه باهتمام، لازم نحاول نحل معاه وندعمه ان هو يتخطى المرحله اللي هو فيها.